السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كروشي وأشغال. نتمنى الجميع يكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غادي نخدموا هذا التلايق بالكروشي على شكل سليلات صغار. هادو يناسبوا الدراوات اللي كاين دراوات اللي راهم فيهم شكل سلة، دروات الكروشي كاين اللي فيهم شكل سله، هادو يناسبوهم هاد التلايق. طبعا راهم جايين صغار، تبغيو تكبروا هاد المسافه هنا تخدموا عده اسطر من هاد الكروشي فيلي، هاد المربعات، وتفوتوا فيهم ريبون ولا الحاشيه تجي شكلها يجي مليح. انا ركزت فقط على السليلات، وانتم هنا تقدروا تعرضوا هاد الحواف، تعرضوها هنايا ودخلوا فيها حاشيه يجي شكلها مليح. خدمتها هاد المره بالخيط هذا رقم 16، الخيط الابيض خيط قطن. هاد المره راني غادي نخدم بخيط الحرير ونشوف النتيجه كيفاش تكون. نبداو على بركه الله. نبدا بغرز السلاسل. طبعا تخدموا بالطول اللي راكم باغيين. انا غادي نخدم عينه، نخدم مثلا هذا الجزء من هنا لهنايا، عندي فيه 40 مربع، 40 في 4 120، ونزيد 3 ونزيد 1. المهم نخدم اكثر من 120 غرزه. خدمت هاد السلاسل، خدمت اكثر من 120 غرزه سلسله. الان نخدم هذا السطر الاول اللي عباره عن مربعات فارغه. نبدا نخدم 3 سلاسل لتعوض لي عمود، ونزيد سلسلتين ونخلي هنا واحده 2، ونخدم في الثالثه عمود، ثم سلسلتين نخلي هنا واحده 2، في الثالثه نخدم عمود، واحده 2، واحده 2، في الثالثه نخدم واحده 2، وفي الثالثه نخدم عمود. نكمل بهذا الشكل. نحصل على مربعات بهذا الشكل ونكمل كامل السطر. انهيت السطر خدمته هكا مربعات، هذا هو. خدمت مربعات بهذا الشكل، كملت. الان من الافضل نقص الخيط ونعاود نبدا من هذه الجهه باش تجيني الخدمه في وجه واحد. لو كان ندور هكا ما تجيش مليحه. هذه كنت ندور الخدمه ما كنتش نقص. هنا راني نفضل نقص ونشوف النتيجه كيفاش تكون. يعني كي نكمل السطر نقص الخيط ونعاود نبدا من الجهه الاخرى، هذا نحرقه ونعاود نبدا من هذه الجهه. ما نخدمش بهذه الطريقه، ما نقلبش الخدمه، وانما نعاود نلصق الخيط هنا ونعاود نبدا من جديد. الان عقدت الخيط هنايا، نبدا نخدم 5 سلاسل، نخدم غرزه حشو هنايا في الفراغ هذا تاع المربع، ثم 5 سلاسل، ثم هنايا ايضا غرزه حشو، ثم 5 سلاسل، بهذا الشكل يجيني هاد الاقواس. غادي نخدم 5 اقواس، نزيد 5 سلاسل، نخدم هنا غرزة حشو، ثم 5 سلاسل، هنا غرزة حشو بهذا الشكل. الآن نخدم 5 سلاسل، هاد الخيط شوية عذبنا، 1 2 3 4 5، نخلي هادي ونخدم هنايا، نخدم عمود، ثم في هذا الفراغ نخدم 3 أعمدة. هذا الفراغ تاع السلاسل نخدم فيه 3 أعمدة،
ثم نخدم هنا في العمود، نخدم عمود، ثم نخدم هنايا 3 أعمدة، ثم عمود، ثم 3 أعمدة، خصنا نكونوا حذرين مع هذا الخيط. ونخدموا العمود الأخير بهذا الشكل. نخدم الآن 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. نخلي هذه ونخدم هنا كما هذه الجهة، نخدم غرزة حشو، ثم نخدم 5 سلاسل، نخدم هنايا غرزة حشو، ثم 5 سلاسل، غرزة حشو، 5 سلاسل، غرزة حشو، 5 سلاسل، غرزة حشو. راه عندنا 1 2 3 4، نزيد وحدة، ثم 5 سلاسل. نخلي هاد القوس، ونخدم الأعمدة هادوك، ونكمل السطر بهذا الشكل. بهذا الشكل غادي نكمل السطر. غادي يكون عندي هاد الأقواس ويكون عندي الأعمدة. كملت السطر في الخدمة، قصيت الخيط من هذه الجهة، عاود عقدت الخيط هنا في البداية كما قلنا نخدم من جهة واحدة، ما نبقاش نخدم من جهتين. ونبدا نخدم هاد الأقواس كانوا عندي هنا في الأول. غادي نخدم 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. عقدت الخيط في رأس هذاك القوس، نخدم في القوس الآخر غرزة حشو، ثم 5 سلاسل، غرزة حشو، ثم 5 سلاسل، غرزة حشو، ثم 5 سلاسل، غرزة حشو هنايا بهذا الشكل. راه عندي هذا الجزء هنا، نزيد نخدم 5 سلاسل، نجي لهاد المجموعة تاع الأعمدة. في العمود الأول غادي نخدم عمودين، ثم نخدم أعمدة. في كل عمود نخدم عمود، وفي الأخير نخدم عمودين. في آخر عمود غادي نخدم عمودين بهذا الشكل. الآن نخدم 5 سلاسل،
نخدم غرزة حشو هنايا في هذا القوس، ثم 5 سلاسل، ثم غرزة حشو، 5 سلاسل، غرزة حشو. نخدم هنايا هاد الأقواس بشكل عادي، هادو كيما الشكل تاع الأناناسة، فقط ما عندهاش جوانب. الأناناسة عادة يكون عندها الجوانب. نخدم 5 سلاسل، ونخدم هاد الأعمدة كما خدمت الأعمدة الأخرى. نخدم في الأول عمودين نفس الغرزة، ثم عمود في الأخير نخدم عمودين، ونكمل السطر بهذا الشكل. انهيت السطر. عند السطر قصيت الخيط، غادي نعقده في الجهة الأخرى بداية السطر، ونعاود نتلاقاو إن شاء الله. انهيت السطر وعاود قصيت الخيط كما العادة، ولصقته في الجهة عقدته هنايا. الآن نبدأ نخدم دائما هذا الجزء تاع السلاسل هو نفسه. هاد الأقواس فيهم 5 سلاسل، 3 4 5، غرزة حشو، 5 سلاسل، غرزة حشو، 5 سلاسل، ندير 5 سلاسل، غرزة حشو، عمود، نخدم 5 سلاسل، نخدم هاد الأعمدة كما العادة. العمود الأول نخدم فيه عمودين، البقية نخدم عمود، في الأخير أيضا نخدم عمودين، في الغرزة الأخيرة يعني نخدم عمودين. ثم نخدم هاد الأقواس بشكل عادي هادو هنايا، ونكمل السطر بهذا الشكل. انهيت السطر، قصيت الخيط كالعادة، عود عقدت هنايا الخيط. نزيد نواصل الخدمة نتاعي هنايا في هاد القوس. غادي نخدم 5 سلاسل، نخدم هنا غرزة حشو، ثم 5 سلاسل، غرزة حشو. هنايا باقي لي قوسين فقط هنا في النهاية نتاع هاد الأقواس أو هاد الشكل اللي كيما نتاع الأناناسة. نخدم 5 سلاسل. الآن ما بين العمودين الأول والثاني هكا غادي نخدم 3 أعمدة، 1 2 3. بهذا الشكل نخدم 3 سلاسل، ثم ما بين العمود الثاني والثالث أيضا نخدم 3 أعمدة. بهذا الشكل نخدم 3 سلاسل، نحسب ككل من البداية 1 2 3 هاد الأعمدة 1 2 3 4 5 6 7 8. ما بين العمود الثامن والتاسع غادي نخدم 3 سلاسل 3 أعمدة عفوا. بهذا الشكل ثم 3 سلاسل، ثم ما بين 9 و10 أعمدة غادي نخدم 3 أعمدة. راني مصرة على 3 سلاسل لا أدري لماذا، المهم 3 أعمدة ماشي 3 سلاسل. بهذا الشكل نزيد نخدم 3 سلاسل. الآن 3 سلاسل نخدم ما بين العمود ما قبل الأخير واللي قبله نخدم 3 أعمدة، ثم 3 سلاسل، ثم العمودين الأخيرين هادو بيناتهم غادي نخدم
3 أعمدة. ثم نخدم 5 سلاسل، نخدم هنا غرزة حشو، 5 سلاسل، غرزة حشو، 5 سلاسل، غرزة حشو، 5 سلاسل، ونخدم الأعمدة كما خدمت في المرة اللي فاتت، كما خدمت هنايا في هذا الجزء. غادي نخدم هنا أيضا 3 أعمدة ونواصل السطر بهذا الشكل. انهيت السطر، هذا السطر قصيت الخيط وعاود عقدته في هذه الجهة. نواصل دائما هنا نخدم هذوك الأقواس. هنا في الأخير في هذا السطر ما قبل الأخير بقى لي قوس واحد، 5 سلاسل وغرزة حشو بهذا الشكل. نخدم 5 سلاسل. هنا في هذا الفراغ غادي نخدم 3 أعمدة و3 سلاسل و3 أعمدة، ثم 3 سلاسل و3 أعمدة. في نفس الفراغ خدمت 3 أعمدة، 3 سلاسل، 3 أعمدة بهذا الشكل. نخدم 3 سلاسل تقريبا كما السطر السابق، ثم نخدم في نفس الفراغ هنايا في هذا الفراغ 3 أعمدة و3 سلاسل و3 أعمدة. بهذا الشكل. نخدم 3 سلاسل، نخدم هنايا 3 أعمدة، 3 سلاسل و3 أعمدة. بهذا الشكل. نخدم 5 سلاسل ونخدم هذيك غرزة حشو، ثم 5 سلاسل، ثم غرزة حشو. هذا الشكل تقريبا بقالنا فيه هذا القوس واحد فقط. نخدم 5 سلاسل ونخدم هنايا 3 أعمدة، 3 سلاسل و3 أعمدة. ونكمل السطر بهذا الشكل. انهيت السطر، قصيت الخيط ثم عاود عقدته هنا في البداية نتاع الشكل هذا او الطليق هادو. الان نخدم 5 سلاسل راني في السطر الاخير. هنا نديرو هذا الشكل اللي كيما الورود. هنا في هذا الفراغ، هذا الفراغ تاع 3 سلاسل غادي نخدم عمود، ثم نخدم 1 2 3 4 سلاسل بهذا الشكل. نجي لهنايا نخدم غرزة حشو، ثم سلسلة، ثم عمود في نفس الفراغ دايما، ثم 4 سلاسل. كأنه راحنا غادي نخدمو بيكو، لكن هذا البيكو غادي نخدموه هنايا حول العمود. غادي ندخلوه بهذا الشكل، غرزة سلسلة، الآن 4 سلاسل، ندخلو هنايا ونخدم غرزة حشو.
سلسلة. هادو الآن 3 أعمدة، نزيد العمود الرابع وهذا البيكو، 1 2 3 4 سلاسل. نجي هنا وندخل ما بين العمود والعمود، نخدم غرزة حشو ثم سلسلة. بهذا الشكل. العمود الخامس الآن اللي خدمته، نخدم 1 2 3 4. بهذا الشكل نكون كملنا هذا الجزء. نخدم 3 سلاسل، ننتقل لهذا الجزء هنايا ايضا نخدم 5 اعمده، في كل عمود نخدم هذا التزيين او هذا البيكو بهذا الشكل. ندخل هنا الكروشي واسحب ثم سلسله ثم عمود 4 سلاسل، عفوا 4 سلاسل. ندخل هنا ما بين العمود والعمود، اسحب غرزة حشو سلسله، 1 2 3 4. هادو 3 أعمدة، نزيد الرابع، 1 2 3 4، ثم نزيد الخامس، 1 2 3 4، ثم غرزة 3 غرز سلاسل اللي كملت هنا. ننتقل لهذا الجزء هنايا، نخدم عمود هذا الشكل اللي راح تاع السله لحد الان نخدم اليد، نخدم 23 غرزه سلسله ابتداء من هذا العمود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. ندور هكذا الخدمه ونعاود نلصقها هنايا، نخدم غرزة حشو بهذا الشكل. نعاود ندور تلايق الوجه نتاعهم راني نخدم عليه. هكذا خدمنا هاد السلاسل من هاد الجهه بهذا الشكل. راه عندنا هاد السلاسل، هادوك السلاسل نعاودو نخدمو فيهم. نخدم غرزة حشو ثم 3 سلاسل ثم غرزة حشو أولى، هذه الثانية، ثم 3 سلاسل ثم غرزة حشو 1 2. غادي يكون عندنا هذا الشكل، ثم 3 سلاسل. نخدمو على داير هاد السلاسل اللي خدمناهم او هاد اللي تعتبر يد تاع السله نتاعنا، 1 2 3 1 2 3. انا نخدمو داير هادو، نغطيو هاد السلاسل بهذا الشكل حتى نجيو هنايا، 1 2 3. نخدم غرزتي حشو ثم 3 سلاسل ثم غرزتي حشو، وهكذا حتى نكملو هادوك السلاسل اللي كنا خدمناهم من قبل، هذيك 23 غرزة سلسلة. مكاش عدد محدد هنا، المهم تخدموا بالقدر اللي تغطيو اليد تاع السله، 1 2 3. هذه هي اليد.
نتاع السله نتاعنا ونكملوا الخدمه نتاعنا. كنت خدمت عمود في هذا الجزء هنايا، نخدم 4 سلاسل، ثم نخدم هنايا غرزه حشو، ثم سلسله، ثم نخدم هنايا العمود الثاني 4 سلاسل، غرزة حشو، سلسلة، ثم عمود، 4 سلاسل وغرزة حشو، ثم العمود الرابع 4 سلاسل، غرزة حشو، سلسلة، والعمود الخامس 4 سلاسل، هذا هو الشكل نتاعنا نتاع السله نتاعنا. نخدم الان 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هنايا نخدم غرزة حشو في هذاك القوس الاخير، ثم 5 سلاسل، ثم نعاودو نخدمو السله نتاعنا. هنايا هو هذاك التزيين، هذاك اللي بشكل وردات، نخدم عمود ونخدم 4 سلاسل، نخدم غرزة حشو، ونكمل السطر بهذا الشكل. هذا هو اخر سطر غادي يكون عندنا. هذا هو الشكل تاع السله نتاعنا. غادي نكمل السطر ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. هذا هو شكل التلايق بعد ما كملته. هذا هو الشكل نتاعه، شكل السليلات. هذا اللي خدمته بخيط الحرير، هذا هو الشكل تاعهم. وهادو اللي خدمتهم بالخيط العادي، خيط القطن، خيط باللون الابيض. وهادو اللي بالخيط، هادو مازال ما سطحتهمش، لازم هكا نخليهم فتره، لازم نخليهم هكا فتره مسطحين باش يبان الشكل تاعهم. هادو هما الشكل تاع التلايق تاع اليوم. كما قلت نستعملوهم مع الدراوات اللي عندهم هاد الشكل تاع السله في الدرا، نستعملوهم كتلايق. الا بغينا كما قلت نكبروا هاد المسافه هنايا، نكبروها، نخدموا فقط ببوان فيلي ونزينوا بالحاشيه، ندخلوا الحاشيه من هنايا. هذا هو الشكل. نتمنى يعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.